من ضمن كل انواع النودلز او الراميون اللي جربتهم هتفضل الجابشي ماي توب فيفورت نودلز. 한국말로 제철이면은 잡채예요. فتعالوا في الفيديو دوت اعرفكم ايه هي الجابشي وليه هي مفضلة عندي. الجابشي عبارة عن نودلز مطاطية مليانة بالخضار والفليفرز عامة. أساسها هو نودلز نشا البطاطا، ودي نوع من أنواع النودلز الشفافة وبتبقى مطاطية جدا. بس تعرفوا إن في الأصل الجابشي ما كانش فيها نودلز أصلا، وكانت عبارة عن طبق ستير فرايد من الخضروات. بس في القرن العشرين بدأوا يعملوها بالنودلز ويدخلوا فيها بروتين اللحمة. في الثقافة الكورية دايما تلاقوا إن الأغلب إن الجابشي بتتعمل في المناسبات، يعني دايما هتلاقوا سفرة المناسبات عليها جابشي، ده لأنها اتقدمت لأول مرة في احتفال للملك. بس من كتر ما النودلز دي لذيذه ومحببه عند ناس كتير فممكن يعملوها كل يوم، وبرده ممكن تتقدم كطبق رئيسي او سايد ديش اللي هو البانشان. والنودلز بتطبخ بيتحط عليها كل الخضار المطبوخ، وبيبقى فيها الوان كتير جدا شكلها يفتح النفس. ده غير ان ساعات بيبقى فيها لحمه او لا، وفي الاخر بيتضاف عليها صوص معمول من السويت اند سولتي، وفي الاخر بتتغرق بزيت السمسم عشان يديها طعم احلى كمان. بالنسبه لي انا بحب جدا الحاجات السويت اند سولتي المعتدله، وفي نفس الوقت هي مش حراقه، وطعم زيت السمسم باين فيها جدا، فدي يعتبر my best choice of noodles. وكمان من جمالها ان هي ممكن تتاكل سخنه او ساقعه على حسب رغبتكم. واستنوا مني الفيديو الكامل لطريقه عملها. قولولي بقى انتوا بتحبوها ولا لا، وجربتوها ولا لا، وايه احسن طبق نودلز انتوا بتحبوه او افضل نودلز بالنسبه لكم. استنوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك اند فولو.